مرحبا. يلا يعني شلونكم أخباركم؟ يلا وصفتنا اليوم مرقة سبيناء أو شبزي، انتم على شو تسموها. يلا جبت اللحم سلكته راح أشرح لكم. وهاي اللوبي خليتها على النار. أي فغسلت الآن السبيناء ونشفته. بديت أخلي هسه بالجدر بصل حسب الرغبة، تردون هواي تردون شوية. نزلت 2 نمو بصرة وياه وثوم، أريده شوي يتكرمل حتى أضيفه. هسه ايش ضفت بالبداية؟ ضفت كرفس نص باقة ومعدنوس نص باقة. ستقولون ليش تخلطينها؟ بس تصير أطيب. زين، بديت أقلب وأحمس لحد ما أريدن النتيجة اللي أنا أريدنها، يعني يذبل. أنا أعرف كلكم تحبونها وكلكم أكو بيهم يعني يضوجون من طبخها، لأن هي الآلة مالتها شوية تعب، غسيل وثار وما أعرف شنو. أي بس واحد يشتهيها. زين، بس ما قلتلكم على طعمها، صدقوني تخبل. هسه أنا من نزلت المعدنوس والكرفس راح أنزل وياه الكراث. زين، اتبعوا الخطوة وشوف راح تعطيكم طريقة كلش طيبة. أي أنا أعرفكم كلكم عين تعرفون تطبخونها أستاذات، بس هي على مود القناة أني صدقوني. أي العفو، الحمد لله والشكر. أي هسه بقيت أقلبها. راح أجيبن هسه اللحم، راح أقلبه وأحمسه. أنا المفروض أحمسه بالبصل بس نسيت. يلا عادي كله يصير. أي هسه دزيت الجدر بالمكان مالته. بديت أقلبه لحد ما أشوف وين اللحم مالتي. هذا اللون اللي أريده. زين، يلا يا بل ما مشترك يشترك. هسه أنا بعد وخرت الخاشوقة السيليكون ولا أعرف أشتغل بيها طبعا، ما تشفي قلبي من أقلب. هسه جبت الشبنت، بالأخير أنا أضيف الحلبة. هم بنفس الشي راح أقلبه وأخليه يذبل والما أخذ لونه صعدة لي فوق، وأبقى أقلب لحد ما النتيجة أني اللي ببالي. هسه شفته كل زين وأشوف إنه يعني جاي الجاع. أي فما توخرون من عنده لأن هو يخوف، بس ياخذ ريحة شعواط لجعة يعني مال جدر. يلا راح أجيب هسه الآلة الثانية. أي يلا وانتو خلولي لايك واشتراك. زين، أي هسه جبت طبعا إن الحلبة أنا مخليتها بس ما بينت بالكاميرا، ما أعرف شنو التصوير ما أدري إيش بيه. أي أي مخليت أنا الحلبة. هسه جبت السبيناء. أي طبعا هذا السبيناء راح يذبل كلش يخمد، بس راح أجيب شوية من هذا المستوي وأصعده فوق حتى أسوي مجال يذب المي مالته كله. راح أقفله وأعوفه دقيقتين أو دقيقتين ونص وأرجع له. هسه رجعت له، راح أعطيه تقليبة هم وحدة. أي
شوفوا هسه بعد يذبل يصير قليل. هسه راح اقفله ورجعت لكم هسه. طبعا انا اسرع الفيديو. هسه من بعد ما ذبل وذب المي مالته، انا منتظره ينشف من المي مالته حتى اضيف له المعجون. هسه هم ذبل وهم رجعت له، وانا مسرعه الفيديو عليكم ما اريد يطول. زين. اكو بنوته رادت من عندي كبة مال بوتيتا شاب صار حبيبتي، يا باكر انزلها اول وراه ان شاء الله بقوة الله. هسه لين انا عندي كبب، فاريد منتظره يتخلص. يلا عيوني انت هالاسبوع اسويها ان شاء الله. تستاهلين وتدللين. ايه وما قل لكم راح تطفى الكهرباء بنص الطبخ. اي هسه هم رجعت له. هسه نشف المي، شوفوا نشف كلش. متبعد يعني اظل اقلب بيه قليل قليل مي بقى. هسه راح اجيب المعجون. هسه رحت جبت المعجون وجيت راح اضيفه. ها شوقة ونص، لان انا ما اريدها حيل تصير شقرة. بنات ما تخلولها اي اضافات بهارات، لا تخلولها، خلوها على طعمها. ايه هم راح اقلب هواي. هسه حسيت بيه زين صار. راح اقفله وارجع له بعد دقيقتين. هسه قفلته، شوفوا شلون صار. هسه هاي هنا طفت الكهرباء وشعل الأضوية كلها. أي حسيت بيه يعني زين. هسه جبت هذا دوركة مي حار من البراد، راح بعد أخليه يعيش شوية روحه، أنطيه مجال يفور. جيت له ورا 4 دقايق قلبيته. هسه مرور يعني ربع ساعة مر عليه. دقيت له فص ثوم واحد بس ما بين شنو السبب ما أدري. هسه الحمد لله ورا مرور نص ساعة شوفوا شلون صارت وضخنت، طلعت ريحتها كلش طيبة. زين وهسه راح أصب العشاء وسهمكم العافية. اللي يوصل لهنا يترحم الوالدي يدعي لأمه بالسلامة. زين. اي هسه كملت التمن، طبعا انا مكملته وحدي. زين ماكو داعي لين تمن عادي شعرية. راح اصبان بس ما اقول لكم على ريحة السبيناه. ملت البيت ملي، طبعا هي طيبة كلش طيبة. يلا وهالحكي انا ثرمت زلاطة وراح اقدمها وسهمكم العافية. جيت اصب المرقة. هاي كملتها. شو شلون صار نتيجتها. طبعا هي ضخينة بس انا الكاميرا مال موبايلي ظالمة التصوير كلش. يلا يعني شوفوا انا هسه قدمت. هاي شوفوا بديت هسه بالزلاطة، العفو بالخضرة. لازم تعصرون عليها اطرنج. زين
هاي كملت. يلا والبيت قعدوا دا ياكلون. يسلمكم العافية. الله عيني.